تفتكر لما يبقى عندك مخرج عبقري زي بول توماس أندرسون وممثل تقيل زي ليوناردو دي كابريو، ايه اللي ممكن يطلع؟ اكيد تحفة جديدة. بصراحة يا جماعة أنا أول ما سمعت عن الفيلم ده اللي جذبني مش ديكابريو لوحده، لا، رغم إن اسمه كفاية إنه يشد أي حد للفيلم، لكن اللي شدني فعلا هو التعاون الغريب اللي بينه وبين توماس أندرسون. الراجل ده مش مجرد مخرج، ده عنده بصمات في السينما محدش يقدر ينكرها. شوفوا مثلا فيلم زي There Will Be Blood اللي قدم فيه دانيال دي لويس واحد من أقوى أدواره الفردية في تاريخ التمثيل، أو فيلم ماجنوليا اللي توم كروز عمل فيه دور من أجمد أدواره في التاريخ رغم إنه ما كانش هو البطل الرئيسي في الفيلم. وكمان فيلم ذا ماستر اللي خواكين فينيكس فيه حط بذرة لشخصية الجوكر بعد كده. يعني واضح قوي إن بول توماس أندرسون عنده بصمته الخاصة، عنده ترند، بيعرف يصنع أدوار لا تنسى. فأنا عن نفسي شفت الفيلم ده وعندي سؤال واحد، يا ترى هيعمل إيه مع ديكابريو؟ هل هيديله بقى بصمة جديدة في مسيرته ولا مش هيقدر؟ نيجي بقى للقصة. الفيلم بيتكلم عن فترة السبعينات والثمانينات في أمريكا، وقت ما كان في مجموعات كبيرة جدا يسارية متطرفة بتعمل عمليات إرهابية، تفجيرات بقى في مواقع حكومية وحاجات تقيلة جدا. ومن وسط كل ده ديكابريو بيلعب دور واحد من الأعضاء المهمين جدا واللي بيحاول يهرب هو وبنته، وبيختفي لمدة سنين طويلة لغاية ما بيظهر شون بين العسكري اللي بيطاردهم. ومن هنا الفيلم كله بيتحول لمطاردة طويلة مدتها تقريبا 2 ساعة و40 دقيقة. بس الصدمة إن الفيلم طويل جدا لكنك ما بتحسش فيه بأي ملل. المطاردة مشهد ورا مشهد، منظور ورا منظور، مرة من عين المطارد ومرة من عين المطارد، وكل ده بإيقاع سريع جدا يخليك حتى ما تلحقش ترمش. وهنا كان لازم أقف عند شون بين. أنا داخل أصلا أتفرج على الفيلم علشان ديكابريو وأندرسون، وخرجت وأنا مندهش من شون بين. سرق الكاميرا منهم كلهم، طريقته في الكلام، حركاته، تناقضاته اللي بتخليك حتى مش عارف هو بيتصرف كده إزاي. ده طبعا غير الكوميديا اللي طلعها بشكل غير متوقع. شون بين فكرني قد ايه احنا بننسى ممثلين كبار جدا. الراجل ده واخد اوسكار مرتين، واعتقد ان مع الفيلم ده هنشوف ترشيح جديد. ومش عايز انسى بقى بينيتشو ديل، وجوده كان مختلف تماما، قدم كوميديا من غير ما يتكلم كتير، مجرد تعبير وشغل جسد، وعمل كيمياء حلوه جدا مع ديكابريو. وديكابريو نفسه اندرسون قرر يطلع منه الجانب الكوميدي اللي شفناه منه زمان في فيلم وولف اوف وول ستريت، بس هنا كان بطعم مختلف في قلب مطاردة سياسية مجنونة. وده شيء أنا ما كنتش متوقعه لكنه طلع ممتع جدا في النهاية. وقبل ما أنسى، لو لغاية دلوقتي بتتفرج علينا ومستمتع بكلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لأن دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونجيب لكم أفلام ومراجعات أكتر. نرجع للفيلم. الفيلم مش بس مطاردة وأكشن، لا، ده فيه تعليق سياسي واضح جدا على التطرف في أمريكا، يمين متطرف وعنصريين بيض ويسار ثوري بيعمل تفجيرات. أندرسون ما حاولش ينحاز لأي حد، بالعكس ورانا إن الاتنين خطر وإن الفوضى ممكن تبلع الكل. والجميل إنه ما وقعش خالص في فخ التسطيح، كان في كوميديا بس في نفس الوقت حسيت بالجدية وبعمق القضية اللي هو بيتكلم فيها. التصوير بقى كان تحفة، سواء المطاردات بالأقدام من مبنى لمبنى أو مشاهد العربيات اللي كانت في الآخر. وفي مشهد يا جماعة من غير حرق أقدر أقول إنه من أحلى مشاهد 2025 كلها. ده غير بقى المونتاج ساعد في إنه يحافظ على الإيقاع ويخليك دايما في حالة ترقب من غير ما تحس إن الفيلم طويل. طيب هل بقى الفيلم كامل؟ أكيد لا. في نقطة مهمة، طول المطاردة خلى المشاعر أضعف، ما قدرتش قوي إن أنا أتعلق بالشخصيات زي ما كنت متخيل. التركيز كله كان على الحدث مش على العمق النفسي، وده مش عيب لو كان ده هدف المخرج أصلا. هو كان عايز يعمل تجربة فوضوية ممتعة أكتر من إنه يقدم لنا دراما نفسية. الخلاصة، الفيلم تجربة مجنونة ومليانة إثارة وكوميديا وتصوير مبهر، وفي نفس الوقت بيقدم لنا تعليق سياسي جريء. هل هو أعمق أفلام بول توماس أندرسون؟ لا، بس لكنه ممتع جدا. هل يستاهل السينما؟ أكيد. تقييمي للفيلم 8.5 من 10. وفي النهاية الفيلم ده من أحلى تجارب السينمائية الممتعة في 2025. أنصحكم تشوفوه وفورا لأنه تجربة لازم تتعاش. قولوا لي بقى في الكومنتات إيه رأيكم في التعاون ما بين ديكابريو وأندرسون، وهل حابين بقى نشوفهم سوا في عمل درامي أعمق بعد كده؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نستنى الحلقة الجاية. واوعوا تنسوا، الحكايات كتير لكن سقراط هو اللي عنده الحكاية الصح.